مبروك مبروك لمصر يا جدعان، مبروك لاي حاجه ترفع اسم مصر فوق، مبروك لشعب مصر، المصريين اللي بيدوروا على الفرحه بابره في كوم قش. مبروك لمصر. ما تزعلوش مني، انا مش محضر حاجه ولا مش مجهز حاجه ولا بتكلم اي حاجه، مش مهم، المهم احنا نفرح، المهم مصر كلها تفرح. الشعب بيدور على فرحه، بيدور على اي فرحه يا جدعان. سامحوني والله العظيم ما بمثل عليكم، الاسم اللي اتذكر في القران اكتر من مره، هو ده اللي لازم نفرح له، مش نفرح اللاعب ولا نفرح لفلان ولا نفرح علان. النهارده اكتر يوم كنت بشجع مصر عشان اللاعب مصري والمدرب مصري والجهاز الفني مصري، مش مدرب اجنبي قاعد على الخط بياخد ملايين دولارات بياخدها من جيبه وشقايه. لكن ده مدرب مصري، احنا واحنا صغيرين وبنطالب ان ده احسن لاعب، كان احسن لاعب في افريقيا حسام حسن، احسن هداف في افريقيا، ولما بقى مدرب بنطالب ان هو يمسك المدرب. لكن لا، معلش، جد من عند ربنا سبحانه وتعالى. حسام حسن لما تعين ما تعينش بسبب اتحاد الكوره، ما حدش في اتحاد الكوره ولا مسؤولين عن الكوره اختاروا حسام حسن، لكن القياده السياسيه لربنا، ربنا بس هو اللي وفقهم في القرار ده. الناس اللي كانت عايزه اي حاجه من وراء المدرب الاجنبي وما يهمهمش اسم مصر، لا، النهارده القياده السياسيه بفضل الله، بفضل الله اولا، وطلع القرار بتعيين الجهاز الفني محترم، عندهم ضمير، عندهم ضمير، مش نصابين ولا فتاين ولا هجاسين، مش قاعدين متربصين ومتكيدين ان مصر تفشل ومصر تخسر. مش مهم عندهم التاريخ، مش مهم عندهم البلد. ليه مصر؟ لازم تحب مصر وتحب بلدك. اصحى بقى يا اخي شويه وفوق، كفايه بقى هجص وكفايه بقى فتي، واقعدوا بقى على جنب. انا بعد دلوقتي مش عشان كوره، والله ما حدش يقول لي يا اخي دي كوره، لا، دي كوره وسياسه واجتماع وكل شيء. ربنا يعلي مصر ان شاء الله، هيعلينا ونبقى رقم واحد على العالم، واحنا بالفعل رقم واحد على العالم. احنا بالفعل في كل المشاكل اللي بتقابلنا، العدو من فوق والعدو من تحت والعدو من النص والعدو من الصديق، لكن ربنا ساترها معانا وحافظ قياده البلد وحافظ مجتمع البلد وحافظ جيش البلد وحافظ كل المجالات باذن الله. اذا توفر فيها مسؤول بيشتغل فيها بضمير زي ما حصل كده، توصل فيها جهاز فني بضمير، خدنا وكسبنا، والحمد لله، الحمد لله اكثر مما دعونا، الحمد لله والشكر لله على كل شيء.